وفي الطريق رايا اتعرفت على بون، شاب صغير عنده مطعم في قبيلة الديل، وليتن نوي طفلة صغيرة نصابة من قبيلة المخلة، وتونج محارب من قبيلة العمود الفقري. بس نماري اللي كانت عايزة الجوهرة لقبيلتها كانت بتطاردهم، وكل مرة ياخدوا قطعة من الجوهرة سيسو بتاخد قوة سحرية من اخواتها، لأن كل تنين عنده سحر مميز زي النور أو التحول لبشر أو الدخان أو الأمطار. ورايا كانت مش واثقة في الصحاب الجداد، عشان كده كانت عايزة سيسو تفضل متخفية في شكل إنسان. بس في قبيلة العمود الفقري سيسو اضطرت تكشف عن نفسها عشان تنقذ رايا من نماري. ولما أصحابها عرفوا موضوع التنين قرروا يثقوا ببعض، لأن كل واحد فيهم فقد حد عزيز عليه. وأخيرا وصلوا لقبيلة الناب، وسيسو قالت لرايا إن أحسن حاجة تعملها هي إنها تقترح تحالف مع نماري بدل ما يسرقوا آخر قطعة. فرايا رجعت لنماري القلادة اللي كانت محتفظة بيها من زمان كدليل على الثقة. بس نماري كانت مترددة ما بين مسؤوليتها لقبيلتها ورغبتها تساعد في هزيمة الدرون، وهددتهم. فسيسو حاولت تهدي الوضع، لكن رايا لما شافت نماري بتحرك صباعها على زناد السلاح ضربتها، فالسهم انطلق وقتلت سيسو. ومع موت آخر تنين المياه جفت والدرون ما بقاش في شيء يمنعه. ورايا اتعصبت وعايزة تقتل نماري، وبدأوا يقاتلوا ببعض. واصحابها استخدموا قطع الجوهرة عشان يساعدوا سكان المدينة على الهروب. ورايا كانت هتقتلها، بس لما قالت لها ان عدم ثقتها في الناس هو السبب في موت سيسو، فرايا هديت وقررت ما تقتلهاش وراحت تساعد صحابها، وكمان نماري بتروح تساعدهم. وفي اللحظة اللي كانوا فيها متحاصرين من كل ناحية وشكلها النهاية، رايا افتكرت ان الثقة هي اللي خلت سيسو تنقذ العالم، وقالت لاصحابها انهم لازم يثقوا ببعض. بس كان صعب يثقوا في نماري لانها قتلت التنين. فرايا سلمت قطعة الجوهرة لنماري وسمحت للدرون يحولوها لحجر. ولما رايا وثقت فيها كلهم عملوا زيها وادوا لنماري قطع الجوهرة. ولما نماري جمعت كل القطع رجعتها مكانها وتحولت هي كمان لحجارة. وفي اللحظة دي حصل انفجار طاقة سحرية غطى كوماندرا كلها وقتل الدرون ورجع الناس للحياة من جديد. وبعدها رجعت المية وكمان رجعت التنانين. وفي الآخر الناس والتنانين اتجمعوا في قبيلة القلب عشان يحققوا حلم والدها، وهو ان كوماندرا ترجع متوحدة من جديد.